تفتكروا لو مطعم متخصص في الفلافل واكل الفطار عمل فرايد تشيكن النتيجه هتكون ايه؟ فاكرين اول مطعم فطرت فيه اول ما جيت الرياض؟ فلافل المنال. على جنب دلوقتي بقى الفول والفلافل اللي فطرنا بيهم قبل كده، علشان احنا وقت العشاء وهنجرب الفرايد تشيكن من فلافل المنال واقول لكم رايي. هنصلي على النبي وما ننساش اللايك للفيديو، وتعالوا نشوف الكلام على ايه. مبدئيا كده الوجبه عباره عن 4 قطع، تقريبا نص دجاجه، الفخذ كامل مقسوم نصين، والصدر برده مع الوينج، معاهم البطاطس والتوميه او التوم العادي والحار والحمص والمخلل. طلبت وجبه عادي ووجبه سبايسي علشان اكون جربت النوعين. مبدئيا كده شكل الدجاج من بره ذهبي وشكل القرمشه باين من اولها في النوعين، ومن جوه نظافه وتسويه الدجاج ممتازين الصراحه. لاحظت في السبايسي التتبيله الحاره مش باينه قوي، بس هجرب واشوف الكلام على ايه، وبينا نسمي وندوق علشان الكلام يروق. جربت الدجاج العادي مع التوم العادي وكان الطعم مش عادي، تتبيله وتسويه وطعم ممتازين. وهنا بقى المفاجاه، لما جربت من الوجبه السبايسي مع التوم السبايسي اكتشفت ان على الرغم من قله وجود او ظهور التتبيله الحاره في الدجاج، لكن في الطعم كانت الحراره او الشطه باينه قوي. وبرده الوجبه السبايسي كانت حلوه قوي وهتعجب الناس اللي بتحب السبايسي. وصحيح علشان ما ننساش سعر الوجبه كان 19 ريال بس، وبما اني ما بحبش الشطه الكتير فبينا على الميكسات، وكان لازم اعمل ساندوتش ميكس كده واعبيه من قطع الدجاج العادي والحار، وازحلق الكلام بشويه كاتشب، ونقفل الساندوتش ونضرب غطس في الحمص ونودي على طول. عظمه على عظمه، واحلى تجربه فرايد تشيكن من فلافل المنال اللي كانت فوق المتوقع الصراحه، لاني ما كنتش متوقع ان مطعم فلافل يعمل فرايد تشيكن بالعظمه دي. سلام.